نعيش بزمن جدا حقير مملي بناس مظاهر، فيه الفقير المبتلي يخدم يتعب يثابر، رغم القساوة بالبشر صامد يبقى وصابر، ثياب البسيط بعينهم كذبة وقناع ماكر. جدا مهم في هالزمن تمشي بلبس فاخر، قيس البشر من الشكل ينسن قلبه طاهر، كثرة شكلهم يخدعك قل اللي فيهم ينفعك، سهل اصبعك تخدع شخص حتى اذا ياكل معك. صار التبرج شيء اساسي تغيرت اجيال حواء، شد الحجاب براسها جدا مهم بقوة، تخفي شعرها ودها لكن بارز خصرها، اشبي ملابس هالوقت ما حد يحسم امرها، ترسم جسدها بلبسها موضة اصبحت جديدة، تمشي وتحس بنفسها انها حلوة وفريدة، ظن الشباب تحبها يلعن شكلها ولبسها، خلها القطار يفوتها تبقى تون يم امها. وين الما يهتم بالمظهر ويصفيها النية وياك، وين اللي من يفرغ جيبك هم يبقى يقولك حياك، بس دلوني وين الزين، وين الما يحجب وجهين، ما اريد بالمظهر يسوى ما يسوى بعيني في الزين. ليش اقنعتكم ضيعتكم في زمن خسيس، من هيك ملة بكل دقيقة تعوذ من ابليس. المجتمع مريض ومو بحاجة تدوية، المجتمع يحتاج الى ثقافة وتوعية، قميصه غالي الثمن وشعره واقف، ينسى الرجولة مو بلبسه الرجولة بالمواقف، وعقله واقف للأسف عن العمل. مليت ادور عن طريقة ترد لجيلنا الامل، مترين طول الحجاب والتنورة شبر، يعني العقل انا اعتقد من 100 نسبته 0، هذه نتيجة التخلف في زيادة الترف. حواء صارت تظن ان الملابس اغلى من الشرف، يدعي الرزق بس الرزق بالحرام بلش، ضاع الضمير والفقير بدنيانا مهمش، لانه ما يملك بيوت فخمة او اثاث فاخر، ودية على زمنه اللي تحكمه مظاهر. وين الما يهتم بالمظهر ويصفيها النية وياك، وين اللي من يفرغ جيبك هم يبقى يقولك حياك، بس دلوني وين الزين، وين الما يحجب وجهين، ما اريد بالمظهر يسوى ما يسوى بعين.